في بلدي كان ينتظر المطر. قرر أن يصنع المستقبل بيده. في أقل من عقدين المغرب انتقل من أرض تقاس بالهكتار إلى اقتصاد يقاس بالمليارات. في بلدي كان المطر فيه يحدد مصير الاقتصاد، وفي أرض كان الجفاف فيها يعني أزمة وطنية. اتخذ المغرب قرارا لم يكن سهلا، قرارا يدفن اقتصادا قديما ليولد اقتصادا جديد. اليوم المغرب لم يعد فقط بلد زيت زيتون وطماطم، بل بلد السيارات، الطائرات والمصانع التي تغذي أوروبا. ولكن السؤال الحقيقي هو كيف حصل هذا التحول ومن كان وراءه؟ وهل المغرب تخلى عن الفلاحة لصالح الصناعة عندما كان الاقتصاد رهينة السماء؟ طوال عقود كان الاقتصاد المغربي راهنا بالطقس. أكثر من 60% من الأراضي الزراعية تعتمد فقط على الأمطار. عام ممطر العام زين، عام جفاف الدولة تدخل في أزمة. لكن الخطر الحقيقي لم يكن الجفاف، بل الحقيقة الاقتصادية القاسية. الفلاحة وحدها لا تصنع دولة قوية. كيلوغرام ديال المطيشة كيتباع بدرهم ولا جوج، بينما سيارة واحدة تباع بمئات آلاف الدراهم. المغرب كان يكدح بالأطنان ليجني القليل، بينما الدول الصناعية تربح الكثير بالقليل. الأرقام التي غيرت المعادلة: صادرات صناعة السيارات في المغرب يتوقع أن تتجاوز 112 مليار درهم خلال سنة 2025. في المقابل صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية في 2025 تقدر ما بين 70 و 90 مليار درهم. النتيجة: الصناعة ربحت السباق. ما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية. القرار الاستراتيجي في بداية الألفينات داخل الدولة المغربية، واتخذ قرارا واضحا: المغرب لا يمكن أن يبقى مزرعة لأوروبا، يجب أن يكون مصنعها. فبدأ العمل في صمت عن طريق إنشاء موانئ ضخمة، مناطق صناعية، اتفاقيات تجارية حرة، تكوين مهني سريع وموجه. لكن المفتاح الحقيقي كان هنا: طنجة المتوسط أكثر من مجرد ميناء. طنجة المتوسط ماشي غير ميناء، هو قلب النظام الصناعي المغربي، مرتبط بأكثر من 180 ميناء في العالم. التصدير لأوروبا يتم في أقل من أسبوع. ميناء لا ينقل السلاح فقط، بل ينقل مستقبل بلد كامل. عندما دخلت رينو إلى طنجة لم تأتي وحدها، جاء معها نظام كامل: مصانع الأسلاك، مصانع المقاعد، البلاستيك، الإلكترونيات. ثم جاءت سيتيلونس في قنيطرة. لكن السر لم يكن في المعامل، بل في سلسلة الموردين. العمود الفقري للصناعة هو الأسلاك. اليوم المغرب من أكبر مصدري أسلاك السيارات نحو أوروبا. شركات عالمية تصنع هنا: يازاكي، سيموتومو، ليوني، أكتيف، كومبيرغ وشبيرت. ومعها مصانع المقاعد كاللير، فوريسيا، أديونت. مصانع البلاستيك مثلا بلاستيك أومنيوم، ماغنا. والشركات الإلكترونيات كفاليو، بوش وزي اف. النتيجة: أكثر من 250 شركة، أكثر من 700 ألف سيارة سنويا. والسيارات أصبحت الصادرات رقم 1، متجاوزة بذلك الفوسفور. عندما صعد المغرب إلى السماء قرب مطار الدار البيضاء ولد قطاع آخر نادرا ما يتحدث عنه الإعلام، إنه صناعة الطيران. قطع تصنع في المغرب لشركات مثل ايربيس، بويغ وسافران، وتركب في طائرات تحلق فوق باريس ونيويورك. لماذا اختارت الشركات المغرب؟ لأن المغرب جمع المعادلة الصعبة: مهندسون بتكلفة أقل من أوروبا، تقنيون مؤهلون، استقرار سياسي، قرب جغرافي من السوق الأوروبية. بعد كورونا وحرب أوكرانيا
أوروبا بغات مصانع قريبة وآمنة، والمغرب كان جاهز. السؤال الكبير: واش المغرب تخلى على الفلاحة؟ الجواب: لا، لكنه أنهى الفلاحة التقليدية وخلق فلاحة جديدة. اليوم كنتحدثوا على غير التقدير بيوت بلاستيكية، شركات فلاحية صناعية، صادرات كتوت، افوكا، طماطم. الفلاحة ولات تجارة عالمية، ماشي فاس ومطار. المغرب تعلم درس قاسي: الدول لا تبنى بالقطع بل بالمصانع. لذلك احتفظ بالأرض وامتلك المصنع، ومن بلد كان ينتظر المطر أصبح بلدا تصنع فيه أوروبا سياراتها وطائراتها. لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل سيصبح المغرب قوة صناعية حقيقية، أم مجرد مصنع بأجور رخيصة؟ المنعطف لم ينتهي بعد. وإلى حلقة قادمة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديد. والسلام عليكم.